النهارده الاهلي بيقدر يكسب 3 نقاط مهمين من اقوى الفرق في الدوري بيراميدز. محدش يختلف على ان النادي الاهلي النهارده كسب الفرقه الوحيده اللي ممكن ما تلعبش طول الدوري غير قصاد الاهلي. بس قبل ما اتكلم على الاهلي في حاجه مهمه جدا انا حابب اتكلم عليها، وهي جمهور نادي الزمالك. مليون تحيه مليون تحيه لجمهور نادي الزمالك المحترم الكبير العظيم. الجمهور ده يا جماعه تحمل ما لا يتحمله حد. الناس مشيت في القطر من الساعه 2 بالليل وباتت، وليه عتاب عند لعيبه نادي الزمالك. يعني انا متخيل ان جمهور النادي الاهلي، ان جمهور نادي الزمالك شايف المشقه والتعب والسفر والاجهاد، ويعني اسوان عشان تروح اسوان ده عايزه موضوع وقصه. وانا بروح هناك بخسر، ومش بخسر مثلا ان انا بأدي كوره، لا انا بخسر عادي. الزمالك خسر زي السلام عليكم كده، ما فيش حاجه يعني. راح الناس لعبت الماتش وخسرت، ولا حتى لعيب في نادي الزمالك تقول ان هو بذل مجهود حتى يعوض الناس اللي قاعده في المدرجات بتهتف لحد ما الماتش خلص. نادي اسوان، تخيل بقى انا هكلمك بمصداقيه والله العظيم، اسوان احسن من الاهلي والزمالك. وليه؟ يعني لو بصينا لاسوان وهي بتطلع الكوره، يعني فريق منظم جدا ولا بيشتت، بيبتدي الكوره من ورا، بيبتدي الهجمه صح، اللعيبه واقفه على رجليها عارفين بيعملوا ايه. الناس اللي لو بصينا للمهاجم الافريقي بتاع اسوان، انت متخيل ان الناس اللي قاعده بتشتري اللعيبه في لجنه التخطيط في النادي الاهلي او في نادي الزمالك، تمام؟ الزمالك رايح جايب لعيب زي سامسون وزنه زياده، ولعيب انا مش مقتنع بيه، يعني انا مش مقتنع بيه. ولكن لما هاجي اتكلم عليه لازم برضه اقول بيرستاو. يعني النادي الاهلي مش بشوف الراجل بيعمل ايه، بيطلع بيلعب بدماغه، بيلعب برجله، بيلعب بكل حاجه، مفيش مشكله، وما بياخدش ربع اللي بياخده سواء بيرستاو او سامسونج مع الزمالك. فانا عايز يعني اقول مليون تحيه مليون تحيه لفريق اسوان المحترم، اللي فعلا انا نظريتي يعني على طول بقول الانديه الجماهيريه هي الكوره، هي الكوره. يعني انت عشان تتفرج على كوره اتفرج على الانديه الجماهيريه. يروح يلعب في اسوان، نتحدى الاهلي او الزمالك او اي حد ممكن يكسب اسوان بسهوله في اسوان، يكسب المحله في المحله بسهوله. صعب صعب. هو ده، هي دي الكوره، هو ده الدوري. احنا مش عايزين دوري شركات، عايزين ماتش زي اللي شفناه النهارده ما بين الزمالك واسوان. اسوان بيعمل ماتش على الزمالك والجمهور بره. جمهور الزمالك بيأدي بشكل كويس في المدرجات، وجمهور اسوان كذلك الامر. بس في نقطة عايز اقف عندها، ويا ريت محدش يا جماعة من جمهور الزمالك يزعل مني. شيكابالا، يعني انا مش عايز اتكلم على شيكابالا كتير عشان محدش من صحاب الزملكاويه يزعلوا، ولكن الصراحة يعني شيكابالا محدش يختلف عن اللي هو لعيب كبير، وفعلا وجوده في الملعب يمكن انا لاحظت النهارده قد اوباما مثلا 10 مرات. دي حاجة محدش يختلف منها. ولكن انا بحس لو الكاميرا جت على شيكابالا كده بعد الماتش بيدور على حد يتخانق معاه، انا مش عارف ليه. يعني انا كمشجع كوره انا مش عارف ايه اللي عند شيكابالا. ايه المشكله ان شيكابالا يخسر؟ يعني ايه المشكله ان الاهلي يخسر؟ ايه المشكله ان اي حد يخسر؟ لكن انا اقعد ادور على حد، وفعلا يعني هو انا الكاميرا لما جت عليه انا والله قلت شيكابالا بيدور عشان يتخانق مع حد. خش بينا بقى عمنا على الاهلي وبيراميدز. حد يقول لي مثلا ان بيراميدز هو الفريق المنافس للاهلي او الفريق اللي لا؟ رمضان صبحي وعبد الله السعيد وكل الاسماء اللي انت عايز تقولها دي، انا من وجهة نظري ان هي ما جاتش النهارده، لان لو كانت جت كانت كسبت الاهلي. ازاي؟ ما الاهلي كسبان 3-0 يا عم. عارف ان الاهلي كسبان 3-0 لحد الدقيقه 65 بالاخص الجون الثاني الاهلي ما كانش جه الملعب. لعيبه الاهلي تحس ان هي ايه، استكفت بالجون اللي جابه عمرو السوليه يعني ما فيش، الجنبين مش موجودين، الطرفين، حاسس ان مش ده الاهلي يعني. وبرضو عايز اسال سؤال، المهاجمين بتاعت النادي الاهلي فين؟ يعني فين شادي حسين، محمد شريف؟ انا مش عارف. انا يعني محدش يوصل لي الاحساس ان انا بلعب من غير مهاجم. يعني انا رايح العب كاس عالم وانا ما عنديش راس حربه؟ يعني مش فاهم. انا عايز اعرف الطرفين بتوع الاهلي فين. يعني علي معلول كتر خيره، انا ما حدش يختلف. تخيل ان علي معلول 37 سنه، وانا مش عارف، مش عايز يعني في كره اتلعبت ما بين محمد هاني وعبد الله السعيد. يعني عبد الله السعيد بتتكلم 37 سنه، محمد هاني 27 سنه. عبد الله السعيد كده كلفته زي الحلاوه. ربنا يستر وعبد الله السعيد ده ما يروحش الزمالك، عشان ده لو راح الزمالك قسما بالله هيبقى اقوى خط نص في الدوري.
وقبل ما اختم الحلقه حابب اشكر جمهور نادي الزمالك العظيم وجمهور اسوان المحترم اللي فعلا النهارده كانوا معيشيننا اجواء، يعني تحس ان انت فعلا افتقدناها من زمان. وما انساش طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم اللي على مدار 90 دقيقه ما بطلش هتافات. كنت اتمنى ان الفرقه اللي بتلعب الاهلي تكون فرقه جماهيريه، او يعني الدوري كله يبقى فرق جماهيريه عشان نستمتع ونستغل يعني الحدث الرياضي اللي موجود عندنا ده، يبقى الدوري شكله كويس يعني. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. سلام.